السلام عليكم أحلى أخوات في الدنيا كلها، رمضان كريم عليكم وجمعة مباركة إن شاء الله. الوز بالنسبة لي أول مرة أربيه في حياتي. الجوز اللي قدامكم ده أنا شاريه صغير، وهو الوقت عمر تقريبا سنة، يا دوبك من شهر بس. الوزة بضت أول بيض ليها، وأنا وثقت معاكم الحاجات دي خطوة بخطوة، وكنت رافعها لكم على شورتس على الإيه، على قناة تقدروا ترجعوا لها. من اول ما كانت بتدفن البيض بتاعها تحت الكاوتش في التراب لغاية دلوقتي. المهم كنت دايما باخد منهم البيض اول باول واشيله عشان خاطر اوديه للفقاسة، عشان هي ما تلاقيش بيض فتبدأ تعمل بطن جديدة وابقى انا المستفاد. جمعت من تحتها 7 بيضات، وسبحان الله على البيضة اللي هي كانت هتبيضها الأخيرة التامنة رقدت عليها وما قامتش. قلت خلاص أسيبها وأحط بيض تاني، فراخ هندي أو حاجة، ومني أبقى استفدت من الرقدة بتاعتها يعني وكده. وخليتها سبحان الله ما قبلتش بيض غيرها نهائي. ودي معلومة للوز، إن ما بيقبلش بيض غير بيضه خالص، وبيعرفه وبيكسره وبيرميه بعيد عنه. جه وقت الفأس وسبحان الله ال7 بيضات اللي في الفقاسة ولا واحدة خرجت، والبيضة الوحيدة اللي أنا سبتها للوزة تحتها هي الوحيدة اللي موجودة قدامنا دي، البطلة الوحيدة اللي طلعت من الفأس بس من الوزة. وده علمني حاجة مهمة جدا، إن لو حصل تاني إن شاء الله وباضت أنا هبقى أجمع لها البيض بتاعها مرة واحدة لغاية لما تخلص وتيجي راقدة على آخر بيضة، وأنا هحط لها بقية البيت كله. يا جماعة عن تجربة، الوز فقاسة ربانية تبارك الرحمن. شوفوا حتى الوزة بنتهم معاهم اهي وما حدش يقدر يقرب لها. نيجي بقى لعوض ربنا على الواحد. الحمام المرة اللي فاتت العش الأولاني طلعت بيضة واحدة بس منها زغلول، والتاني كانت البيضة فاضية. طبعا عملت لكم عنها شورتين أو 3 كتير كمان عن الموضوع ده. وقلت المرة دي أنا أهتم إن شاء الله بكل الأشياء، عشان اقدر احكم ان كان العيب من الذكر ولا الموضوع ايه. طبعا فيتامينات، وطبعا اهم حاجة التحديق والحاجات دي كلها والنظافة. والحمد لله زي ما انتم شايفين الله اكبر، زغلولين تبارك الرحمن، حاجة محترمة. وكنت انا عامل قبل كده برضو الكشف عن البيض ده، وكنت موريه لكم وهو معرق وايه وشغال الحمد لله. طبعا دلوقتي الزغلول اللي هو الاولاني ده اللي قدامكم اللي بعد الحمامه البيضاء ده هو اللي هو الوحيد اللي كان طالع من العش اللي فات. شايفين الوقت بقى ما شاء الله يعني حاجه محترمه وكده. المفاجاه بقى هنا، فاكرين الجوز اللي ما كانش متوالف برضه، ما كنت كانوا جوزين، ده الجوز التاني. شوفوا تحتها ما شاء الله. جيت اكتشفت انها لمت، وسبحان الله هي حصت حصوتين زي الفل اهو. اللهم بارك. لو وصلت معايا للنقطة ديت يبقى جزاك الله خير عنا، ويا ريت ما اكونش ضيف تقيل عليكم. الرجاء من كل اشتراك، يا ريت اخواتي توصلوا القناة ل 300 اخ واخت. القناة بتكبر بيكم، جزاك الله عنا كل خير. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله عن الطائر اللي انتوا تحبوا ان انا اتكلم عنه. يا ريت تتواصلوا معايا، ويا ريت تبعتوا تعليقات، وانا تحت امركم. سلام عليكم.